ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم ورتل القرآن. وخير الكتب هي كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وأنزل على أفضل نبي وخير نبي مرسل، وهو نبينا ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل القرآن على خير الرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي خير الشهور وهو شهر رمضان المبارك، وفي خير الليالي وهي ليلة القدر. نسأل الله العظيم الجليل من فضله. نذكركم أعزائي المشاهدين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كما نذكركم أعزائي المشاهدين بأننا نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة مدة البرنامج، أو على حسابات شبكة التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. فمرحبا بكم. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن تفسير سورة التين وعن ارتباطها بما قبلها وهي سورة الشرح. وها نحن الآن سيكون الحديث في هذه الحلقة المباركة عن سورة العلق، وهي سورة مكية، وهي من أوائل السور، بل هي الأولى التي أنزلت على نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكانت هي مقدمة لإرهاصات نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي في بداية أمره، يراه رؤى صالحة في المنام. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الخلاء، وكان يحب أن يختلي بنفسه، وكان يتحنث في غار حراء في الليالي ذوات العدد. وقد أتاه جبريل عليه السلام وفي قصة مشهورة وضمه ثم قال له اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ، ثم أرسله أي فك حضنه، ثم فك يعني حضن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له اقرأ يا محمد اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مفزوع صلوات ربي ما أنا بقارئ، ثم أرسله ثم قال له اقرأ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، أي أنا لا أحسن القراءة، بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أي لا أحسن القراءة. فقال له اقرأ يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما كان منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا فزع، وذهب إلى زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وعن أمهات المؤمنين عنهن، فقال لها زملوني دثروني، فحكى لها صلى الله عليه وسلم ما رآه من عظم الملك وهو جبريل عليه السلام. فأخذته إلى ورقة ابن نوفل ابن عبد العزى، فما كان من ورقة وقد كان له ورقة، وقد أي أعني لورقة
قد كان له حديث عهد بالنصرانية وكان يعرف العبرانية، فسأله ورقة فقال له: والله إني لأظنه أن ناموس الذي أنزل على موسى ولو كنت حيا لكنت معك إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي قومي؟ قال: ما أنزل على مثل ما أنزل عليك إلا عودي، أي إلا ناصبه قومه بالعداء، ويا ليتني كنت فيها جذعا ولو كنت حيا لنصرتك. فما كانت من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها قالت: فوالله لا يخزيك أبدا، إنك لتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم. فطمنته وهدأت من روعه وسكنته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فأنزلت عليه: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وذلك في بداية نزول الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم. بدأت السورة بقوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقراءة أول أمر أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى العلم والأخذ عن العلم، وخير العلوم وأشرفها هو ما كان العلم عن الله سبحانه وتعالى وعن دينه وشريعته. خير العلوم علوم الآخرة التي يستجلب بها رحمة الله سبحانه وتعالى ومحبته من الله سبحانه وتعالى، وكذلك تستجلب بها الرحمات والرزق العميم، هي ما كان في علوم الآخرة. قال ربنا سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، والعلق هو الدم الغليظ، وهو طور من طور الإنسان، وتكونه في بطن أمه مضغة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. هذا طور الإنسان، أن يبدأ من نطفة ثم من علقة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال ربنا: خلق الإنسان من علق. اقرأ، يعيد للنبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ يا محمد مرة أخرى وتعلم، وربك الأكرم وهو الكريم. من كرم الله سبحانه وتعالى أن يمتن على العبد بأن يحسن تلاوة كلامه سبحانه وتعالى. من كرم الله عز وجل على العبد أن يوفقه لحسن التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. من كرم الله عز وجل أن يوفق العبد أن يكون قائما بين يديه سبحانه وتعالى يتلو آياته آناء الليل وأطراف النهار. اقرأ وربك الأكرم. كرم الله سبحانه وتعالى لا حد ولا عد له سبحانه وتعالى على العبد، ولطائفه تغدو وتروح. الذي علم بالقلم، القلم وهو الذي أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى القلم، فقال له اكتب، فقال القلم كما في الحديث: ما أكتب يا رب؟ قال: اكتب كل شيء كائن. سبحانه وتعالى الله عز وجل علم آدم كل شيء، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. قال ربنا: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلمه، لأن الله هو خالقه وخالق كل شيء، فأمر طبيعي أن يجهل الإنسان ولا يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، وعلمه سبحانه وتعالى واسع لا يحيطه شيء، كما رحمته واسعة لا يحيطها شيء. اللهم كما قال ذلك الداعي من السلف، قال: اللهم أنت قلت ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل قال في الأنعام: ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم اجعلنا شيئا واشملنا برحمتك. قال ربنا: علم الإنسان ما لم يعلم.
كلا إن الإنسان ليطغى. ثم ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا الإنسان، جنس بني الإنسان، أي إنسان، قال كلا إن الإنسان ليطغى. والطغيان هو مجاوزة الحد، الغرور والتكبر. على من؟ على ربه سبحانه وتعالى. أن رآه استغنى، أن رآه استغنى. الإنسان الذي يظن بأنه سيستغني عن الله عز وجل، ومن يستغني عن الله عز وجل استغنى الله عنه، ومن نسي الله عز وجل نسيه الله. قال ربنا يا أيها الذين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من ينسى الله عز وجل؟ لا ينساه إلا من نسي نفسه، ولا ينسى ربنا ولا ينسى الإنسان الله عز وجل إلا من ختم على قلبه وحرم ودعي إلى الشقاء. قال ربنا أن رآه استغنى، أي الذي يظن بأن له مالا وبأن بماله سيستغني عن الله عز وجل. قال يذكره ربنا إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجعى، أي إن إلى ربك المصير والمنتهى. المصير والمنتهى إلى أين؟ يوم القيامة، يوم الدين، يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الزلزلة. إن إلى ربك الرجعى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الذي يظن بأن ماله سيحميه فليعلم ما حدث للقرون الماضية. خذ على سبيل المثال قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، من الأموال ومن الكنوز الذي لا يحصيها إلا ربنا سبحانه. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، مفتاح من مفاتيح خزنته، كان يحمله الرجال ذوات العدد وذوات الجسم. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم، أي أن هذا المال أنا الذي كسبته من غير الله عز وجل، ومن غير أن يكون لربنا نصيب وكرم وعطاء منه سبحانه وتعالى. فما كان جواب قومه في النهاية؟ ماذا كانت نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لكن ماذا قال أهل الإيمان؟ قال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذا الذي يغتر بماله ويحارب بماله الإسلام وأهله، هذا مصيره أن يخسف به، مصيره أن لا يبارك في ماله، وفي النهاية سيسأل مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وكما في الأثر بأن الفقراء يدخلون من المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 عام، ب500 عام يدخلون قبل الأغنياء. وما حال الأغنياء؟ يحاسبون عن كل صغيرة وكبيرة، عن مالهم كيف اكتسبوه وفيما أنفقوه. قال ربنا أرأيت الذي ينهى. ومن مقصود من كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أداء ما أمر الله به هو أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. كان كما في حديث ابن عباس وصححه الألباني رحمة الله تعالى عليه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأتاه أبو جهل قال ألم أنهك عن الصلاة؟ فزبره النبي صلى الله عليه وسلم وزجره، فقال له أبو جهل أما علمت أن لي ناديا لو أتي وأني أشد الناس في نادية،
أي في جماعتي وفي قبيلتي وفي مجلسي، وكان مجلسه حول الكعبة. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: أرأيت الذي ينهى عبدا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نال شرف العبودية، وعبدا إذا صلى، أي محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو على الهدى ويأمر بالتقوى، فما حال أبو جهل؟ أرأيت إن كذب، هذا تعجب. أرأيت إن كذب وتولى، هذا الذي يكذب ويتولى وينهى عن الصلاة. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يراه من فوق 7 سماوات على عرشه سبحانه وتعالى؟ كلا لئن لم ينتهي، وهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى، لئن لم ينتهي عما يدعو إليه وعن غلظته مع نبينا صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة أي آثمة، أي لنأخذنه ونتله من ناصيته، والناصية هي مقدمة أو مقدمة الرأس، لنأخذه من ناصيته من مقدمة رأسه، وثم نضعه في جهنم ونسحبه على جهنم. والله عز وجل تحدى أبو جهل على لسان نبيه: فليدعو ناديه، أي دعوه يا محمد، يدعو مجلسه ويدعو زبانيته ويدعو فريقه ويدعو قبيلته، فليدعو ناديه. وأما نحن يا محمد سندعو الزبانية، وهم الملائكة الغلاظ الشداد، ملائكة العذاب، سندعو الزبانية. وهذا تحدي من الله عز وجل. قال ابن عباس: فوالله لو كان أبا جهل نادى ناديه لتخطفته الملائكة، لتخطفته الملائكة، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: فليدعو ناديه. سندعو الزبانية نحن، وكلام الله سبحانه وتعالى: سندعو الزبانية وهو ملائكة العذاب. دعه يا محمد، كلا لا تطعه، أي لا تسمع كلامه ولا تخاف منه، واسجد واقترب إلى ربك سبحانه وتعالى. وهذه فيه حماية لنبينا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين المشركين الذين كانوا يؤذونه صباح مساء بشتى أنواع العذاب وبشتى أنواع السباب والشتائم صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبه من الشدة ومن الشجاعة ما يدفعه إلى أن يكون حول الكعبة بأن يصلي، وكل المشركين يرمقونه بنظراتهم ويشتمونه ويسبونه، ونبينا صلى الله عليه وسلم ساجدا مطأطئا رأسه بعز وشموخ، لأن الله قال له: كلا لا تطعه واسجد واقترب. وربنا سبحانه وتعالى يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع في كتابه سبحانه وتعالى بأنه لو أصابتك شدة يا محمد أسجد واقترب. وفي آية الحجر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. ما العلاج؟ ما العلاج؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. إن أوذيت يا محمد اسجد لربك سبحانه وتعالى واطلب ما تشاء وادع ما تشاء فإنا ناصروك. كلا لا تطعه واسجد واقترب. درس بأن الإنسان لا يتنازل عن مبادئ الحق، درس بأن الإنسان لا يتوانى مع الباطل ولا يسلم له أمره فقط، لا بد أن يوازيه ويصاحبه عبادة من هذا العبد الذي يستطيع أن يجابه سيوف الباطل. كلا لا تطعه فقط، لا، واسجد واقترب، أي أدنو من ربك سبحانه وتعالى،
أدن من شرف العبودية أيها العبد وأيها الرسول، كلا لا تطيعه واسجد اقترب منا فإنك بأعيننا. هذا ما كان في تفسير سورة العلق، وفيها من الدروس والعبر التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم صادفته في حياته وأبو جهل وغيره. هذه سنة باقية، بأن كل المصلحين لا بد أن يكون لهم من يؤذونهم. لماذا؟ رفعة في درجاتهم وثباتا على الطريقة التي يسلكونها. وكذلك قال ربنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. هذه سنة ثابتة، عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لابد أن يكون لأهل الحق يوجدون أهل الباطل، ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى من سننه الكونية. حري بالإنسان الذي يؤذى أن يقترب من ربه سبحانه وتعالى. وكنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عن سورة الشرح، فقال ربنا ماذا قال؟ قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نبينا صلى الله عليه وسلم كان طيلة نهاره يقضي حوائج الناس، حوائج الأمة، ويقضي لهم حاجاتهم، وكان يعلمهم شرائع الإسلام. ومع ذلك وكان يغزو صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل الوفود، وكان يرسل السرايا، وكان يرسل الصحابة لدعوة الأقوام، وكان يصد المشركين في نواحي الجزيرة العربية. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول له؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا هو ديدن الإنسان المؤمن الذي يكون على الحق، ولا يثبت على الحق إلا من كانت له سريرة بينه وبين الله عز وجل، ولا يثبت على الحق إلا من كان له شرف من العبودية يتقلب فيه آناء الليل وأطراف النهار، ولا يثبت على الحق إلا من كانت له عبودية لله سبحانه وتعالى خالصة تامة له سبحانه وتعالى، لا يبغي بها رياء ولا سمعة ولا دنيا ولا شرف، إلا أنه ماض في الحق. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق والداعين إلى الحق. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. ورتل القرآن ترتيلا. نعرب لأخت نا إسلام مرحتي أسلام كقبروا دلهم عرب كشطوا دلهم سكح يجيبون يابر أسهم دلوا سبات الله هجرنا نعرب عن شيطاننا بعد دقيات حسنين دقيات بيننا برخن تسيني تقول سلزنا بريم تمحبر فقر هاجر يلوم زقبور بتناير بعن حدا اتقوا قنقوا عرب زبلو عرب كخون دلو يكون الناس يزغل أفريقيا إنجليشين فرنسان زارب دلو جزءاتنا جزءات كلني زارب دلو إنجليزاويان كونوا وفرنساويان كونوا وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية
بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد تكلمنا في الحلقات الماضية عما يتعلق من أحكام التجويد، عن أحكام اللامات السواكن في القرآن الكريم، وكنا قد تحدثنا وأتممنا الحديث عن لام الأل أي لام التعريف ولام الفعل. وها نحن سنتكلم في هذه الحلقة نختم أحكام اللامات السواكن في القرآن الكريم، وهي لام الحرف ولام الاسم ولام الأمر. وكما ستظهر في الشاشة أن أحكام اللامات الساكنة، ونبدأ عن لام الحرف. لام الحرف في كتاب الله عز وجل هي هذه اللام لا تقع إلا في كلمتين في كتاب الله عز وجل. تعريفها مبدئيا هي لام ساكنة من أصل الكلمة. مقصود من أصل الكلمة أي من أصل مبنى الكلمة وليست زائدة عليه. واللام في لام الحرف في كتاب الله عز وجل في كلمتين هي هل وبل. هل وبل حكمها مثل حكم لام الفعل، أي حكم لها حكمان: حكم الإدغام وحكم الإظهار. حكم الإظهار تظهر مع باقي الحروف، تظهر مع بقية الحروف التي في الحروف الهجائية من غير حرف اللام ومن غير حرف الراء. طيب إذا وقعت هذه اللام هل وبل، إذا وقع بعدها كلمة فيها حرف اللام أو حرف الراء تدغم. مثاله هل لكم ما ملكت أيمانكم مثلا. هل لكم بعد الهل كلمة لكم، وبداية حرف اللام في كلمة لكم تدغم وتصبح هل لكم. هل لكم. طيب مثاله في حرف الباء. مثاله في حرف الباء في كلمة بل ربكم مثلا. بل ربكم. بل أتى بعدها حرف الراء في كلمة ربكم فتدغم. لكن يستثنى في هذه القاعدة آية واحدة في كتاب الله عز وجل لا يصلح إذا أتى بعدها لا يصلح أن تدغم. لماذا؟ كما في رواية حفص لابد من السكتة، لابد من السكتة والوقوف عليها. مثاله كما في سورة المطففين، وهي الآية الوحيدة في رواية حفص عن عاصم: كلا بل. لا يصلح أن نقول كلا بل ران على قلوبهم. هذه الآية تستثنى من حكم لام الحرف في الإدغام. لابد أن تكون هناك سكتة، وذلك حتى لا يختلط الإدغام لا يقوم الإدغام مع السكتة كما قال أهل التخصص. لابد أن نقف كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن الأصل فيما بقي من كتاب الله عز وجل إذا أتى بعد كلمة هل حرف الراء وحرف اللام، وإذا أتى بعد كلمة أو حرف بل أتى بعد حرف اللام وحرف الراء تدغم.
وأما بقية الحروف فتظهر كما هي. هذا ما يخص لام الحرف. لام الاسم، لام الاسم هي لام ساكنة تقع في وسط الكلمة. هذه اللام الساكنة تقع في وسط الكلمة، والكلمة المقصود بها هي الأسماء وليست الأفعال. مثاله الملك، الملك، سلطان، وسط الكلمة حرف اللام، تظهر الكلمة كما هي ولا تدغم. هذا في لام الاسم. طيب لام الأمر، نأخذ اللام الأخيرة من اللامات السواكن، لام الأمر. لام الأمر هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة. ما المقصود زائدة عن بنية الكلمة؟ أي ليست هي أصلية وأصيلة في بناء الكلمة، لكن هي لام زائدة. وهذه اللام تدخل على الفعل المضارع، والفعل المضارع هو الذي يبدأ بأحد حروف كلمة أنيت. يعني الفعل المضارع يكون بدايته حرف الهمزة الألف، وحرف النون، وحرف الياء، وحرف التاء. مثاله تأكلون، يأكلون. هذا الفعل المضارع. لام الأمر حتى تدخل على الكلمة في كتاب الله عز وجل. كيف نعرف لام الأمر؟ نعرف لام الأمر إذا سبقت قبل الفعل المضارع، إذا سبقت بثم أو بواو أو بفاء. إذا سبقت بثم أو بواو أو بفاء. مثاله عن ثم قال ربنا عز وجل ثم ليقضوا تفثهم. ثم ليقضوا، كلمة ليقضوا اللام هذه لام الأمر. كيف عرفنا لام الأمر؟ لأن بعد اللام فعل مضارع وهو يقضوا، فأصبحت هذه لام الأمر. ثم ليقضوا. طب الواو، قول ربنا عز وجل ولتكن منكم، ولتكن. الواو أتت قبل الفعل، والفعل هو تكن، واللام أين؟ قبل كلمة تكن، ولتكن. هذه لام الأمر. طيب، وهذه اللام حكمها حكم الإظهار مع جميع الحروف الهجائية، مع جميع الحروف الهجائية. هذه هي اللامات الساكنة في كتاب الله عز وجل. وسنقرأ بإذنه سبحانه وتعالى ونرى تطبيقات هذه اللام في سورة الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه كانت سورة الملك، ولعلنا نستمع إلى بعض مشاركاتكم ونعلق عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لله الشفاعة جميعا له الملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب أنت تحكم بين عبادك عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما شاء الله بارك الله، أحسنت ونفع الله بك وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولعلنا كذلك نستمع إلى مشاركة أخرى من مشاركاتكم القيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ما شاء الله بارك الله وأحسنت وجعلك الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولعلنا نأخذ بعض أحكام اللام الساكنة في هذه السورة المباركة وهي سورة الملك. الحكم الأول في قوله سبحانه وتعالى الملك، اللام هنا لام ساكنة وهي من حكم لام الاسم، وقلنا الأصل أنها تظهر. والحكم الآخر في قوله سبحانه وتعالى العزيز الغفور، قلنا هذه لام ال وهي لام التعريف، العزيز الغفور، وهنا لام قمرية. وقوله سبحانه وتعالى خلق، ما ترى في خلق الرحمن، لا اللام هنا لام الاسم وهي التي تكون في وسط الكلمة والأصل فيها الإظهار. قوله سبحانه وتعالى هل ترى، قلنا هنا لام الحرف، أتى بعد اللام حرف التاء، والتاء من حروف الإظهار تظهر هل ترى. والحكم الآخر من أحكام اللام الساكنة قوله السعير، عذاب السعير،
وهنا لام ال لكنها لام ال التعريف وحكمها لام شمسية. لام شمسية. السعير. السعير. ومن الأحكام كذلك أحكام اللام الساكنة في هذه السورة ألقي. لام ساكنة ألقي والأصل فيها الإظهار، وهي لام هذه اللام لام الفعل. وكذلك من أحكام اللام في هذه السورة وقلنا. وقلنا وهي لام والأصل فيها الإظهار. كذلك من اللامات الساكنة قوله فسحقا لأصحاب السعير. لا نقول السعير، نقول السعير، وهي لام ال وهي لام شمسية. كذلك من أحكام اللام الساكنة قول ربنا عز وجل الصدور إنه عليم بذات الصدور. لام شمسية. كذلك من أحكام اللام الساكنة قول ربنا سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء. من في السماء. السماء، وهي لام شمسية. كذلك من أحكام اللام الساكنة في هذه السورة الرحمن. الرحمن لام ساكنة وهي لام شمسية. وكذلك من أحكام اللام الساكنة في هذه السورة الشريفة قول ربنا سبحانه وتعالى قل إنما العلم. العلم، وهي لام الاسم التي تقع في وسط الكلمة وحكمها الإظهار. كذلك من أحكام اللام الساكنة في هذه السورة الكافرين. الكافرين لام ال وهي لام قمرية. وكذلك ولعلنا كان هذا آخر مثلا نختم به هذه السورة فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما يسعدنا أن نستقبل تلاواتكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو على حسابات التواصل الاجتماعي لشبكة سلام الفضائية. إلى لقاء آخر أعزائي المشاهدين، أدعكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا.